احنا الارتفاع اللي احنا عليه والمكان مقطوم، يعني تقف هنا تتزحلق تقع على طول، مالكش صاحب بقى تحت. بص شكل الصخور عامله ازاي. انا واخد فيديو بس كده بشرسه كده عشان يتعود الواد ينشف كده يعني. يا جماعه ما تخلوش حد يهز ثقتكم بنفسكم، لان انا كنت واحد من الناس دول اللي هم بيخافوا يتكلموا قدام الناس. الحاجات الاكسترا كوريكولم اكتيفيتيز هي اللي بتوزن السي في بتاعك اكتر من الانترا كوريكولر اكتيفيتيز. يعني محدش هيجي لك وانت لسه متخرج حد نايف خالص كده ما عندوش اي خبره ما يعرفش اي حاجه ويقول لك تعالى اشتغل معانا. احنا رجعنا من المشوار اللي كنا فيه وهنروح دلوقتي بارك كده او غابه يعني كبيره، فيلا تعالوا معانا. جهزنا الاكل بتاعنا والحاجات اللي احنا محتاجينها عشان لو في رجعه في الطريق، ويلا بينا. نو 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 لا يوركوت مش هنا. بص البتاع ده عامل زي توت، انا مش عارف هو توت ولا لا، يعني اللي يعرف يقول لنا، بس شبه التوت قوي، فانا مش عارف نجرب ناكله ولا لا. شوف الشجر متقطع قد ايه. هم طبعا بيقطعوا الشجر ده علشان يوسعوا المكان يعني للناس تعرف تمشي فيه يعني. بصوا هنا بقى في ووتر فولز، شايفين ده شلال صغير اهو، مش عارف سامعين الصوت ولا لا، بس ده شلال. المية نازلة كأن لونها بني خالص كده، مش عارف، او لونها يعني ميتال، تحس كأنها مليانة حديد كده، مش عارف ليه. مش عارف، بفكر كده واحنا في الجو ده نجاوب على شوية أسئلة من اللي بتيجي، اللي هو مش محتاج ان احنا نعمل لها حلقة كاملة، بس ممكن نجاوبها يعني عادي في وسط الفلوج ده. بص في الابيض والاصفر والبيربل. تعرف انك انت ممكن تاخد واحده، ممكن تجمع، ممكن تاخد واحده اصفر وواحده بيربل وواحده بيربل هناك. طيب خلينا اجاوب على سؤال كده جاني من محمد، مش فاكر بقيه الاسم ايه يعني، كان رقم يعني، بس المهم يعني محمد يعني. فهو بيقول هو لسه في ثانويه عامه برضه، وبيقول ان هو ضعيف في الانجليزي، فهل ده هيأثر عليه باي شكل من الاشكال لما يدخل كليه طب؟ وبعد كده سالني بعدها ازاي هو ممكن يحسن من الانجليزي بتاعه. طبعا انا مش هجاوب على الجزئيه بتاعت ازاي تحسن من الانجليزي بتاعك، بس انا بص الاول شوف الشلال بقيه الميه. فانا مش هجاوب على الجزئيه بتاعت ازاي انك انت ممكن تحسن من الانجليزي بتاعك، ولكن هجاوبك على جزئيه انه هل الانجليزي بتاعك الضعيف من وجهه نظرك ان هو ضعيف يعني، لانه برضو ده محتاج يعني تقييم. يعني هل انت مثلا في الدراسه يعني انت ايه تقييمك لانك الانجليزي بتاعك ضعيف؟ هل انت مثلا ما بتجيبش درجات يعني كويسه؟ من سؤالك بيدل على انك انت واحد ناوي تدخل كليه طب، فبالتالي اكيد انت بتجيب درجات كويسه في الانجليزي. فلو انت بتجيب درجات كويسه في الانجليزي وانت في ثانويه عامه، فانا احب اقول لك يعني ده مش هيأثر باي شكل من الاشكال على كليه طب خالص لما تيجي تدخلها، لانه الانجليزي بتاع كليه طب هو كلها حاجات مصطلحات طبيه، وازاي توظف المصطلحات الطبيه دي تكون بيها جمله وخلاص. انت المهم في الطب ان احنا نوصل المعنى بشكل صحيح وخلاص. لو انت دكتور وبتشتغل في مصر، احب اقول لك اصلا ان ولا حتى مصطلحات طبيه هتستخدمها ولا اي حاجه. انت المريض لما هيجي يقول لك مثلا، بدل مثلا ما تقول له مثلا عندك ابندسايتس مثلا اللي هي معناها الزايده، انت بتقول له عندك زايده، مش بتقول له انت عندك ابندسايتس. فمش هتفرق في حاجه. كدراسه الكليه برضو نفسها، المهم انك انت تعرف تحط المصطلحات الطبيه دي مع بعض. محدش هيحاسبك على جرامر ابدا، وفعلا لو حد حاسبك على جرامر ده يعني ده يبقى حد مريض نفسيا يعني، مش بتاع. الا بقى لو كان الموضوع يعني مستفز، يعني حاجه يعني من ناحيه الجرامر او من ناحيه تكوين الجمله انت عاملها بشكل مستفز، فدي يعني وخلاص استفزته قوي يعني، فممكن يتريق يضحك بتاع، بس برضه عمره ما ينقصك عليها في الدرجات. ممكن يتريق عليك في الشفوي الحاجات دي، بس يعني التريقه ما بتلزقش يعني، كله بيعدي. وهو برضه كان حد بيتريق عليه، ولو حد اتريق عليك في حاجه زي كده عارف برضه ان هو برضه مريض نفسي، فعديها يعني، فاهمني؟ وما تخليهاش تاثر قوي في نفسيتك عشان ما تاثرش بعد كده انت في اللي بعدك يعني. طيب النقطه الثانيه برضه انك انت بتقول ان انت لما بتيجي تتكلم بالانجليزي بتحس ان هو انك انت مش بتعرف تتكلم بالانجليزي. هو الميزه والحمد لله انه لحد دلوقتي امتحانات اللغه الانجليزيه اللي بتكون في الثانوي او في مراحل الدراسه بتاعتك كلها ما فيش فيها سبيكينج، يعني انت ما بتتكلمش فيها. كل التقييم بتاعك بيكون ورقي، يعني حاجه MCQ مثلا
او حاجه يعني بتكتب فيها بتاع جمل او كده وبتمتحنوك على الجرامر، فهو من حظنا ان هو الانجليزي في المدارس العربي بتاعتنا مش بيختبرك في الكلام نفسه، ودي ميزه حلوه لان انت بس المفروض انك تبقى انت معاك كلمات ومعاك جرامر، فانت بتكتب بتعرف تلقط السؤال ازاي وتعرف تجاوب عليه، ده المهم بالنسبه لك. انما بتيجي بقى لما انت بتيجي بقى عشان بعد كده مثلا تفكر انك انت تسافر او تعمل معادله او تعمل زماله او تعمل الحاجات دي كلها، بتيجي تفاجئ انك انت محتاج تعمل امتحان برضو معادله لغه، انك انت بتعرف تتكلم لغه انجليزيه يعني. فبتكتشف ان هو بيبقى فيه 4 كاتيجوريز، منها واحد السبيكنج، بيمتحنك على السبيكنج انك انت تعرف تعمل محادثه مع حد وتعرف تكملها لحد الاخر وهو يسالك سؤال وانت تجاوب عليه ومش عارف ايه. ففي موضوع هو بيختاره لك كده مفاجئ وقدامك 5 دقائق ولا 10 دقائق وتخلص الموضوع ده، بتتفاجئ بقى ان هنا في المشكله، بس ساعتها بقى انت تدرب عليها يعني، مش دي هتكون الازمه. ولكن في مرحلتك الحاليه لو انت في ثانويه عامه فلا الانجليزي في الكلام نفسه مش هيفرق معاك في حاجه، المهم انك انت تبراكتس اكتر في انك انت تعرف تقرا، مش تقرا يعني انك انت تتكلم، يعني قصدي انك انت تعرف تلقط الكلام من القراءه نفسها، ويبقى معاك كلمات يعني مخزون كلمات كويس بحيث انك تعرف تفهم معظم الكلام من سياق الجمله حتى نفسها، وانك انت تعرف تفهم الجرامر نفسه وتختار الحاجه الصح والاجابه الصحيحه بس وخلاص، بحيث انك تعدي الامتحان ده وتدخل بعد كده كليه طب وخلاص، هو ده المطلوب يعني. وبعد كده هو ضاف حته ان هو لما بيجي يتكلم مثلا يقرا مثلا قدام المستر بتاعه في الدرس او كده، فبيلاقي ان هو في عنده مشكله ان هو يعرف يقرا يعني او كده. فاعتقد ان الموضوع ملوش علاقه قوي برضو بشطارتك في الانجليزي برضو، ولكن الموضوع ممكن يبقى ليه علاقه بحاجه اسمها الرهاب الاجتماعي، او انك انت لما بتتكلم قدام الناس فبتلاقي ان الموضوع صعب انك انت تعرف تتواصل مع الناس او كده، او انك انت تعرف تتكلم قدام الناس، فالموضوع ده بيبقى صعب بالنسبه لك. ولكن ده عادي وحصلت لنا كتير، لان احنا اصلا لما بنتعلم في المدارس مش بنتعلم على البرزنتيشن سكيلز، ودي حاجه من السوفت سكيلز اللي انا اتكلمت عليها قبل كده ان هي لازم تكون عندك، تحاول تشتغل عليها، دور على كلمه سوفت سكيلز على اليوتيوب وتعلم المهارات الاساسيه منها البرزنتيشن قدام الناس، وانك انت يبقى عندك الثقه انك تتكلم قدام مجموعه من الناس بشكل كبير. ده هيفرق معاك جدا وهيديك ثقه كبيره قوي لما تيجي تتكلم قدام مجموعه من الناس. فيا جماعه ما تخلوش حد يهز ثقتكم بنفسكم، لان انا كنت واحد من الناس دول اللي هم بيخافوا يتكلموا قدام الناس، وحد ممكن زي كده لما انت تيجي تتكلم قدام مجموعه من الناس ما تعرفش تقول كلمتين على بعض. وده كان من ضمن الاسباب على فكره اللي خلتني ان انا ابدا فلوجن، عشان اطلع اطور من الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتي او من السوفت سكيلز بتاعتي من غير ما اكون قلقان. فما تخلوش ان حد بسبب ان هو عنده عقد نفسيه يجي يوم راح يحسسك ان انت اقل بكتير مما انت عليه وانك انت ما بتعرفش تقرا. لا، حاول توصل لجذور المشكله نفسها. المشكله عندك ممكن يبقى فيها جزء ضعف في الانجليزي نفسه، بس اعتقد ان الموضوع اكبر بكتير، لان انا شفت ناس ما عندهمش اي نوليدج خالص، ما عندهمش علم نفسه، بس الكوميونيكيشن او السوفت سكيلز بتاعته عاليه جدا، فيطلع يتكلم. وبنشوف انهم كتير بيطلعوا في الاعلام ويطلعوا في التلفزيون واليوتيوب والحاجات دي كلها، تلاقي زيرو علم بس عنده مهاره البرزنتيشن نفسها، بيعرف يقدم نفسه، وعنده مثلا حته معرفه قد كده يكبرها قوي، فتحس ان هو ايه ده، سبحان الله يعني، ده ايه العلم اللي عندك ده انت عندك علم رهيب قوي يعني. بس هو في الاول وفي الاخر زيرو علم، بس بيعرف يبريزنت هيم سيلف. فاشتغلوا على المهارات دي من دلوقتي، من الحاجات المهمه قوي لو انتوا صغيرين لسه في ثانوي او في جامعه. الميه تلج يعني خالص يعني، دي ميه مطره نازله كلها بتتجمع بتمشي وتوصل بقى كلها بتتجمع في انهار كبيره يعني. الجزء بقى الباقي من سؤال محمد ان هو ازاي يطور الانجليزي بتاعه ويحسن منه. انا مش احسن حد يعني انا هفيدك في حاجه زي كده بصراحه يعني، بس انت لو دورت على اليوتيوب زي ما انت اتفرجت على الفيديو بتاعي اللي ممكن يكون مدته 10 دقائق اقل او اكتر يعني، فانت لو دورت وعملت سيرش على حاجات ليها علاقه ازاي، بس اكتب ازاي اطور الانجليزي بتاعي بالعربي او بالانجليزي يعني، استخدم الاي اي دلوقتي في ان هو يساعدك في تطوير مهارات اللغه بتاعتك. الموضوع هيفرق جدا 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 معاك. الانجليزي من ضمن الحاجات اللي من غيرها عمرك ما هتعرف تشتغل، وده للاسف لانه العلوم كلها دلوقتي بقت بالانجليزي، فانت لو انت مش معاك اللغه الانجليزيه انت ضايع. ايوه تانية اعمل زيها. ايوه. Good boy.
طيب نكمل برضو فقرة الأسئلة. أنا طلع من هنا مش عارف. فزياد بيسأل بيقول إن هو برضو في ثانوية عامة وهو علوم وكان نفسه إن هو يدخل حاسبات ومعلومات، واكتشف إنه هي لو من علم رياضة كان هتاخد أقل بكتير قوي من علم علوم. مش متأكد من صحة المعلومة بس واضح إن هو دور يعني وتأكد منها. فبيقول لي يعني هل الكلية فعلا تستاهل ولا لأ إن هو يكمل فيها، لأن هو مش غاوي يعني كليات طبية. فيعني انسى بقى اللي حصل يعني وإنك أنت ما عرفتش تحول لعلم رياضة وإن الوقت كان متأخر. خلاص كمل في الموضوع طالما أنت حلمك إنك تدخل حاسبات ومعلومات. وزي ما بقول لك هي تستاهل ومجالاتها كتير قوي وبداخله في كل حاجة أنت ممكن تتخيلها. أنت يا عم حتى لو أنت عايز تشتغل في إيه هتلاقي فيها قسم ليه علاقة بحاسبات ومعلومات. بالتالي مفيش مؤسسة في الدولة سواء حكومية أو غير حكومية أو شركة مفيش فيها حد خريج حاسبات ومعلومات. يعني في اعتقادي يعني مفيش مستشفى في مصر مفيش فيها حد حاسبات ومعلومات، مفيش بنك مفيش فيه حاسبات ومعلومات. يعني أنت ممكن تشتغل في بنك، تشتغل في شركات، في أي حاجة، بس كل ده برضه في الأول وفي الآخر يعتمد على حسب شطارتك. يعني محدش هيجي لك وأنت لسه متخرج حد نايف خالص كده ما عندوش أي خبرة ما يعرفش أي حاجة ويقول لك تعالى اشتغل معانا. الكلام ده مش هيحصل. في برضو سؤال مهم قوي جالي من حد اسمه باتل رويال، هو شكله ولد يعني. هو بيقول ايه الحاجات اللي اعملها في اول سنين الكليه اللي هتساعدني ان انا اكون دكتور شاطر وتساعدني في السفر، وايه الفرق بين اللي بيسافر بعد الكليه معادله واللي بيسافر منحه، وهل فعلا اللي بيسافر منحه ماجستير مثلا بيبقى دراسه بس ما فيش شغل في المستشفى. يعني هو 3 اسئله في حاجه واحده. طبعا حاجه زي كده عايزه لها قاعده يعني طويله يعني، بس اختصارا يعني الموضوع عشان بس ما راكمش اسئله وانا عندي اسئله كتير قوي متراكمه يعني محتاج اجاوب عليها. فالحاجات اللي تعملها في اول سنين الكليه انت محتاج يبقى عندك نوليدج كويسه قوي في الطب. فانت محتاج انك انت تذاكر كويس تمام، بس خليك سمارت يعني ذاكر بشكل ذكي، ما تبقاش بس عمال بتفحت في الكتاب وتبقى حفيظ وخلاص. المهم ان المعلومه اللي انت تحطها في دماغك تبقى انت فاهمها. خليك دايما فاكر ان دايما التقدير في الكليه مش هو ده اللي هيسفرك. التقدير مش هو اللي هيسفرك. اوروبا ليها اوروبا او امريكا يعني ليها كواليفيكيشنز ثانيه. هو مش هيستنى انك انت تكون طالع الاول على الكليه علشان يجي ياخدك، لا عادي يعني ممكن تبقى انت الاخير على الكليه وهتسافر برضه مفيش اي مشكله. فلا التقدير مش كل حاجه. ركز جدا قوي بس ان انت تبقى فاهم مش حافظ. للاسف نظام الكليات عندنا بيبقى محتاجه حفظ اكتر. الحفظ لابد منه لان المصطلحات الطبيه بصفه عامه والمفاهيم الطبيه محتاج ان انت تكون حافظها. يعني مثلا زي الفيزياء او الكيمياء محتاج تكون حافظ معادلات، محتاج تكون حافظ نظريات عشان تعرف تحل الحاجه نفسها او تعرف تفهمها. فبرضه يعني محتاج حفظ بس ما يبقاش ده الاساس. مهم انت قوي تكون فاهم الموضوع اكتر من مجرد حفظه بحيث ان الموضوع يفضل ثابت معاك. ولو قدرت انك كل فتره يبقى انت قادر تلخص لنفسك المواضيع بحيث ان هي تفضل معاك لبعد كده لما انت تكون في رابعه كليه وفي خمسه وفي سته كليه تكون عايز ترجع للمفهوم مثلا معين، شرح حاجه معينه ترجع لها، تبقى انت عامل كده زي خريطه ذهنيه اللي هي بيسموها المايند ماب. اعمل سيرش على اليوتيوب على حاجه اسمها المايند ماب، هتلاقي ان هم بيشرحوا ازاي تقدر تلخص اي موضوع في شكل صور. لو قدرت انك انت تعمله من وانت صغير، من وانت لسه في بدايه الكليه، كل موضوع عندك كده تعمل له مايند ماب بحيث لما تكبر تلاقي عندك كل موضوع معمول له مايند ماب ومفهوم، مش محتاج بعد كده فرهضه كتير قوي علشان تعرف تفهمه. فالموضوع هيفرق معاك جدا. ده من ناحيه المذاكره. برضو طور المهارات السوفت سكيلز بتاعتك، البرزنتيشن سكيلز، قوي من السي في بتاعك قدر الامكان. الحاجات الاكسترا كوريكولم اكتيفيتيز هي اللي بتوزن السي في بتاعك اكتر من الانترا كوريكولر اكتيفيتيز، بمعنى ان النشاطات الخارجيه اللي انت بتعملها زي مثلا الاشتراك في الجمعيه العلميه والحاجات اللي بتتعامل فيها، السوفت سكيلز اللي بتعلمها منها، الحاجات دي اللي بتوزنك اكتر من الكليه. كله هيتخرج من الكليه معاه بكالوريوس طب وجراحه، مش هتفرق جامعه ايه في اي حاجه خالص. فانت المهم النشاطات الخارجيه دي اللي هتوزن معاك وهتفرق. فركز على الحاجات دي. ركز كمان على اللغه الانجليزيه، اتعلمها. دي مفيش حد هيسافر في اي مكان في العالم الا ما يكون معاه لغه انجليزيه او لغه تانية. فركز عليها برضو، حاول تطور منها. مش بقول لك تكون انت الاول على العالم فيها، ولكن طور منها بحيث دي اللي هتساعدك انك انت تسافر او تبقى دكتور فعلا شاطر في مجالك. الفهم ثم الفهم ثم الفهم، مش مجرد الحفظ. الحفظ لابد منه، بس انك تكون فاهم الموضوع اهم مليون مره من العيال الحفيظه اللي بيقعدوا يحفظوا من الحاجات دي وفي الاخر يطلع قرطاس لب.
تاني حاجه بقيت سؤالك اللي هو اللي بيسافر بعد الكليه، ايه الفرق بين اللي بيسافر معادله واللي بيسافر منحه؟ اللي بيسافر معادله ده يعني كلمه معادله معناها ان انت معاك شهاده طبيه في مصر. انا مثلا معايا بكالوريوس طب وجراحه في مصر، فانا بعادل الشهاده بتاعتي ان انا مثلا لما اسافر بريطانيا، المانيا، فرنسا، اي حاجه من الحاجات دي، بعادل ان انا معايا الشهاده دي، ان انا الدراسه بتاعتي تاهلني ان انا اشتغل في المكان ده كدكتور كطبيب. تمام. فبيشوفوا بعد كده المناهج اللي انا درستها اللي تاهلني ان انا اشتغل دكتور هناك، وان الامتحانات بتاعتي فعلا او نظام التدريب اللي انا اتدربت بيه ياهلني ان انا اشتغل في المكان ده. فده اللي ده معنى كلمه معادله. انما اللي بيسافر منحه، المنحه دي ممكن تكون دراسه، يعني انت مثلا مسافر عشان تكمل دراستك، او منحه انك انت مسافر مثلا تعمل ماجستير مثلا بره، ولكن مش هتشغلك. عمرك ما تعرف تحط ايدك على مريض، يعني مش مسموح لك تحط ايدك على مريض ابدا، ولكن ممكن تشارك في بحث، ممكن تشارك في تدريس، ممكن تشارك في دراسه معينه او حاجه من الحاجات دي، ولكن ما ينفعش انك انت تحط ايدك على عيان. عشان تحط ايدك على عيان، المكان اللي بيرخص الناس ان هي تشتغل طبيا لازم يديك الترخيص انك تحط ايدك على عيان. هنا الموضوع ده قاتل، يعني ما فيش حد يقدر يعمل حاجه الا ما يكون معاه ترخيص. يعني انت ما ينفعش تشتغل سباك الا ما يكون معاك ترخيص، نجار معاك ترخيص، مع اي حاجه لازم يكون معاك ترخيص. ما فيش حاجه في مصر كده ايه بالحب كده وبتاع، وتلاقي واحد معلش لا مؤاخذه مش عارف ايه وفاتح لك عياده نساء وولاده ما تعرفش عملها ازاي دي، فبتلاقي حاجات غريبه من كده. ما فيش الكلام ده كله. عشان تحط ايدك على عيان لازم تكون مؤهل كفايه، وفي جهه رقابيه انت لو غلطت الناس تعرف ترجع لها. بصوا يا جماعه المنظر ده، شوفوا النهر من هنا، او ده يعني المجرى ده اللي هيروح للنهر، ومن هنا برضو تاني الشلالات بقى، هو نازل بقى من فوق وماشي لحد هناك ومتفرع هنا نهرين. منظر فظيع ما شاء الله يعني. بص دي اماكن لم تمسها البشر، او يعني بص استحسنهم او احسنهم الشغل فيها يعني. بصوا شكل الصخور اللي هناك دي عامله ازاي. شفت عملوا السلالم دي كلها في وسط الغابة عشان تنزل من هنا وبعد كده تروح على هناك خالص الحتة اللي هناك دي. فعارفهم يستغلوا ويهندسوا المكان صح. ده لما يكون في إنسان بيفكر صح يعمل حاجة صح. وحافظوا على الغابة. شوف شجرة دي طولها من هنا لفين ما شاء الله، محدش قرب لها. هم خدوا بس الطريق اللي في النص ده وعملوه. كل ده احنا طالعين، شوف كمية سلالم قد ايه. كل حاجة مدروسة مش يلا الحمد لله. بصوا المكان ده لقيته كده، واو. بصوا الصخور تحس بقالها ملايين السنين. المكان مرعب. احنا الارتفاع اللي احنا عليه والمكان مقطوم، يعني تقف هنا تتزحلق تقع على طول، مالكش صاحب بقى تحت. بص شكل الصخور عامله ازاي وصوت الميه عامله ازاي. يا جماعه لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، ولو بتشوفنا على انستجرام تعمل لي فولو ماشي. ويلا بينا نكمل الفلوج. وبقولوا لي لو بعد كده حابين نبقى نجاوب مثلا على فقره الاسئله في وسط حاجه زي الطبيعه والحاجات دي، ممكن نبقى نعملها الفتره الجايه. هتبقى صيف والجو ممكن يبقى احسن شويه، فممكن نبقى نخرج بدل قعده البيت يعني وكده، فنخرج نتفرج على الحاجات دي كل مره، نروح مكان مختلف ونشوف الدنيا يعني. اوه المنظر هنا رهيب. بصوا كده المنظر هنا، شكل الميه وتحتنا على طول تقع على الميه على طول. انا واخد فيديو بس كده بشرسه كده عشان يتعود الواد ينشف كده يعني. بصوا والله المكان حته من الجنه والله. والعوامه هنا والدنيا يعني مش عارف، حاسس كده الفلوج ده هيبقى طويل قوي ومحدش هيكمله للاخر يعني. فانت لو وصلت لحد هنا قول لي انك وصلت لحد هنا عشان اعرف انه قد ايه من الناس بيحبوا من الفلوجز الطويله دي ونكمل فيها. كان في كذا حد قال لي يا ريت نطول الفلوجز شويه، اديني بطول اهو، فلما نشوف الناس بتكمل للاخر ولا لا. بصوا بقى دلوقتي داخلين على، عارفين ويندوز مش فاكر باين كان ويندوز 98 كان شبه اللي هو، او ويندوز اكس بي باين، اللي هو شايفين تفرق ايه عنها؟ ايش زيها؟ ما شاء الله والله. نعم اوكي. بصوا والله ويندوز اكس بي ده ولا مش اكس بي؟
بالمناسبه يا جماعه، انتوا عارفين ان الراجل اللي صور الصوره بتاعت ويندوز اكس بي دي كان خد فيها حوالي $25,000 او $28,000 وباعها لمايكروسوفت الشركه. وشوف بقى، من اشهر الصور اللي ممكن اي حد في العالم، اي حد عارفها. دلوقتي حان الوقت ان احنا نروح البيت عشان بدانا نجوع شويه. خلاص يعني الساعه دلوقتي بقت 6:30. السون سيت حوالي الساعة 8:30 غروب الشمس. قدامنا لسه وقت يعني كتير يعني، بس خلاص يعني مفيش ناس، مش حاجة نعملها، فوقت بقى ايه، نروح البيت نكمل قعدتنا هناك. يلا بينا.